حبايبنا، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده فيديو فريد من نوعه، يعني زي ما بقول الفيديوهات بعد كده هتبقى حية تاني، غير لما كنا بنصور في البوكس وغير لما كنا بنصور في حاجات صغيرة. هفرجكم دلوقتي الفيديو ده هيبقى تفريج بس مش شغل، هفرجكم على كل الحاجات اللي ممكن بعد كده نصلحها. تابعوا معانا الفيديو ونشوف هنعمل ايه. زي ما قلت لكم في بداية الفيديو، النهاردة هنتفرج بس على المساحة اللي احنا هنشتغل فيها بعدين. ادي عند عم الدكشة شغال، عنده زراعة كثيرة وجايب حتة صغيرة عمال يحت فيه. اشتغل يا واطي. ده عبارة عن بوكس بتاع حيوانات وحاجات زي كده، يعني مقسم عبارة عن اوض 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 اوض. طبعا بس السقف بتاعه ضايع خالص. انا بص هسكت في الفيديو وانتوا تشوفوا بيه زي ما انتوا عايزين. اوعى حاجة، عشان تحتيه الارض كلها نجيلة. بيبان طبعا مخلعة، كهرباء ضايعة. هنا مش عارف حتة كانت فيها شجرة. كل ده اهو، المساحة دي كلها دي جنب البيت. الشجرة دي عايز اركب فيها كشاف اللي بيشتغل بطاقة شمسية. وهناك اهو في شوك في البتاع دي، خايف ان انا كل ده كده. وعند البيت من الناحيتين ده كده اهو. طبعا تفاصيل البيت دي عايزة فيديوهات من جوه، عشان مش ينفع ان انا اصور كله في يوم واحد. بس النهارده هنكون يعني ربع ساعة كده على السريع، بحيث ان انا اوريكم كم تم في الخراب. بص كده، هذا كان مطعم، ده كان مطعم وبيعمل الهم بس خلاص ما بقيش فيه. كان في مرة هناك وادي هنا اهو. الله اعلم هو ده، ويخش منين مش عارف، بس عادي نشوفه. طبعا الحتة اللي هناك دي انا مش هقدر اخش فيها عشان الجو نطرة، وممكن تروح وقع لي اروح انا ميت. شايفين هنا المساحة كده؟ طبعا مش هقول المساحة يعني عشان خاطر انا متخدش. طبعا اول يوم النهارده حطينا الشريط الاحمر ده بحيث الناس تعرف ان احنا هنشتغل اهو. ده كده قدام البيت. سير اللي هناك ده تبعنا برضو كده اهو. طبعا هي كان اسمها كشينة حية تاني، فاحنا سميناها كشينة سنمينة. كشينة سنمينة عشان هي بتاعت سنمينة. التليفون مش عايز يجرب ولا يعمل، مش حاسس ان هو من البرد بردان كده اهو. وهنا كده البيت، شايفين المساحة كلها دي بيجي تبعنا. يا رب يزيد ويبارك، متشكرين يا رب. عطايا كثيرة فعلا، ما بيباتش مديون واصل. لو اي حد ساب اي حاجة، بص كل المساحة دي هو عوض. امتد وسيب كده. حبينا نمشي الناحية التانية كده اهو. خشب كل ده عايز يظبط.
كل ده خشب هم مقطعينه وسايبينه. عارفش الحتة دي من تحت انا دخلتهاش. بتخش لها من تحت البتاع ده فرصة، مش عارف. زي ما احنا شايفين كده المساحة عايزة شغل ايام، سنين، ليالي. كل ده نفس المساحة اللي هي جنب البيت. كل ده انا بحكي في الجاردينو. جينا عندي الماكينة اللي معمولة تاني، وده كان شيله من ورا كده اهو. طبعا الزرع ده كله على مدى الأيام احنا هنظبطه ونخليه على فرع واحد بس. طبعا ده كان شجر كبير وهم جابوه فابتدى يفرخ من تحت. طبعا هنا الباب مقفول من ناحيتين، فأنا مش هقدر أطلع الناحية دي، بس زي ما وريتكم كل الغيط ده تبعنا. كل ده تبعنا. طبعا احنا شفنا المبنى اللي من هناك ده. طبعا شفنا المبنى ده الواقع، او يعني اللي هو عاوز يظبط. والله انا ماشي وحاسس ان انا ماشي على اسفنج من كتر النجيلة اللي تحت رجلي، مش حيوكلاها ولا حاجة. طبعا هيجيبوا هنا ياكلوه. دي هنا سوبة نقفلها من الناحية التانية. يكش بس مقحشي ده. هوبا، دي من الناحية التانية من المبنى. بس نشوف السوبة كده في الأول. سوبتي دي مش عارف. والله العظيم ده حاجة ما يعلم بها إلا هو. حلوة خالص. جيركن مية اللي هو بيعبوا بيه، عامله ازاي ده؟ ولا هو مضرب هي ولا؟ ده حلو قوي. عامل له حنفية، بس طبعا من كتر البتاع ده مشت. هنا طبعا كان عامل سوبة تاني بس هي ضاعت. ده معرفش بيغسل كان فيه ايه ولا. سجر التين باين كده. دي معرفش والله سجرت ايه برضو. اوعى اهو كورتين. ايوه شايف التين فيها ناشف ازاي، محدش بيدريان بحاجة. حلو ان هو فيه كم شجرة خضرة هنا بالداري. وهنا عملنا مشمع عشان البلاستيك ما يخليش الحشاش تطلع. وعندنا حتتين تاني صغيرين، يعني هو كان عاملهم للفراخ، للبط، للوز. بس طبعا عايزين شغل سنة بحالها. عارفين كيف سنة؟ نظام بيوت جوا. طبعا النطر شغال الله ينور كده اهو. اوبا المسمار قطع البتاع. لا مش هتخش. مسمار دخل في اخاف ان انا اخش تقع علي، لكن ممكن نجيبها من الناحية ده. هي مساحتها مش كبيرة، هي 3 متر ولا حاجة في 10. ونعمل لها روبة. دي لو ابو الحسين هنا نكس مش هنعرف نجيبه. ابو الحسين اوريكم الارض من الناحية دي برضو. كل ده انا ما عدتش حاجة في الفيديو على فكرة، كل ده شغال مع نفسي. هو عامل صور هنا صغير حلو اهو، بس طبعا ما يستحملش. شايفين الارض قد ايه؟ احنا حدنا الزرع البعيد ده، مش عارف يبقى باين ولا لا كده. احنا محتاجين واحد يشرح لنا ايه البلعات والحياة اللي زي كده دي فترة طويلة، عشان خاطر والله ما عارف هو،
عشان خاطر ايه نفهم احنا هنسقي ازاي ولا نعمل ازاي. اهو شايفين مساحة قد ايه؟ كل ده تبع البيت. طبعا هنا في الحتة الزراعية ما تسمحش غير صوت المحاريت، لو انتوا واخدين بالكم من الصوت اللي شغال معانا ده، وصوت الجلو والبقر بس. وادي الواد هايس اهو، البيت كله عايز يظبط طبعا من فوق وكده. ده نعمل له فيديو كامل كده بحيث ان هو نشوف احنا هنظبطه ازاي وهنفك ايه ونعمل. بس الدول فقانه كله ضايع 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 يعني. كل ده لسه انا ما خلصتش المساحات اللي انا بمشي فيها دي، ما طلعتش من الجاردين بتاع البيت. يعني انا بوريك كل ده من الجاردين بتاع البيت. اه دي طبعا نفس الزراعية اللي هناك كده خضرة، حطت واحدة في الأنجل ده وواحد في الأنجل اللي هناك، والباقيين بيتساقطوا. الصيف زي ما يقولوا. السور طبعا من كتر البتاع ده عليه وقع، يلزم له حاجة تظبطه. بس كويس إنه ليه سور يعني، بحيث إن لو في حيوانات بتيجي بالليل بتاع تقدر أنت تسيطر على هذا. المفروض إن أنا أطلع من الناحية التانية عشان أمشي في الأرض شوية، ولكن عشان وقت الفيديو في حاجات كتيرة. ده احنا لو زرعنا موسم واحد الأرض دي كلها دي تقضي عندي حيوانات، حتى لو عندي 60 رأس. حاجة يعني ربنا يبارك، ومتشكرين يا رب على كل اللي أعطاك، نعمة كبيرة. وخيرنا برضه السور ده كده، دي من الجنب ده. هنا كل واحد واخد زونة بحالها وعاملها كشين. والله هو الموضوع كان طموح عندي من زمان، وكنت بادئ في بلكونة. يعني زي ما أنا قلت كده، كنت بدأت ببلكونة في البداية، ربت فيها نارب، ربت فيها حمام، وربت فراخ جوا البيت. يعني أنا بصراحة ما بقدرش أعيش بعيد عن الطيور البهايم، مع إن في مصر ما كنتش مربي حاجة زي كده. بس كان عندي يعني كان أملي إني في يوم من الأيام يكون عندي مزرعة في مصر، لكن ربنا ما أردش. بعد كده راح ربنا يحقق هنا الحلم، أقول له لا يا رب، لتكن مشيئتك، لتكن ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. كتكوت هيصعد يا جماعة. والله الواحد أنا عاوز أقول لكم من أول ما كتبت العقد الجو ناطر، بس قلت يا لازم أنا أروح، لأن أنا لما جيت شفتها حتى ما شفتهاش من جوا، من برا قلت ماشي ماشي ماشي. شفت زي ما يكون واحد جعان وبيحلم بالأكل. أهو أنا كده والله زي ما أقول لكم كده. وطبعا عشان وقت الفيديو كده طول، المرة الجاية طبعا هنشوف ايه احنا هنعمل ايه.